أعزائي مشاهدي قناة زهرة العرب، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء مع الأستاذ أحمد شلبي، عضو الاستعراض الدوري الشامل. عايزين نتعرف النهارده على هذه المناسبة يا أستاذ أحمد ومشاركتك فيها. هو الاستعراض الدوري الشامل هو مشروع كان بتنفذه مؤسسة معهد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. والاستعراض الدوري الشامل هو المراجعة الدورية اللي بتتم للدول في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف. ونفذت معهد هذا المشروع والفعاليات لإيضاح مفهوم ماهية حقوق الإنسان وماهية الاستعراض الدوري الشامل. ومؤسسة معهد بتساعد الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها في الاتفاقيات الموقعة عليها في مجلس حقوق الأمم المتحدة في جنيف. وطبعا تم اختيار الأستاذ أيمن عقيل اللي هو رئيس المؤسسة في اللجنة الوطنية للاستعراض الدوري الشامل، وصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء هو واخرين، الاستاذه مارجريتا عازر واعتقد عضوين اخرين يعني بيمثلوا مصر في اللجنه الوطنيه، وده شيء مشرف لمؤسسه معهد بهذا التمثيل. وكان لها جهود كتيره في صياغه كثير من القوانين، وعملت دورات للصحفيين ودورات لاعضاء مجلس الشعب ودورات للجمعيات الحقوقيه على مستوى الجمهوريه. وامتد نشاطها من الأقصر لأسوان للإسكندرية للمنوفية، نظمت دورات في جميع أنحاء الجمهورية يعني. واحنا بنشكر مؤسسة معهد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وبوجه خاص الأستاذ أيمن عقيل رئيس المؤسسة لجهوده الكبيرة في إنجاح هذا المشروع. أستاذ أحمد، شكرا جزيلا يا فندم، بالتوفيق لحضرتك.